الطلاب المسلمين العرب والأجانب في الحوزة يلفت الانتباه طالب لبناني يقول إنه كان راهبا مسيحيا قبل أن يعتنق الإسلام ويتشيع، ثم يختار النجف منذ سنوات سبيلا للفقه الديني. بعد تشيعي في لبنان درست في حوزة الإمام المنتظر عشت عافر الشريف، ولمدة 2 وبعض الأشهر. تعلقي بالنجف لا يوصف، أولا لما فيه من روحانية. هذا البلد أو هذا المكان يوجد فيه روحانية للرجل الذي يريد أن يكون طالب علم ويريد أن يحصل الاطمئنان ويحصل هدوء العقل والجسم، يرغب في أن يبقى بالنجف لأسباب. أولها زيارة أمير المؤمنين والأئمة سلام الله تعالى عليهم بشكل منتظم، وهذا ينمي الأمور الروحية عنده. ثانيها توفر كل مستلزمات الدراسة الحوزوية في النجف من مدرسين ومن مكتبات عامة ومن مواد علمية. في الحوزة العلمية